قلنا الشرط الأول ديالها أن تجد في قلبك محبة لله، أن تجد في قلبك بغضا للمعصية. ولا يمكن أبدا أن تقلع بهذا النوع من الإقلاع وقلبك لا يزال متعلقا بالمعاصي، تتلذذ بها رغم أنك تبت عنها وانقطعت، لكن القلب ديالك ما زال فيه شيء من محبة تلك المعصية. توبتك لما تكن ولما تصر بعد توبة نصوحة، لأن ما مضمونش أنك ترجع مرة أخرى ما دام في قلبك ميل وهوى يميل بك ويشدك إلى هذه الرغائب الواسخة. مازال كتجيك الريحة ديال المعصية ريحة طيبة، إذن الموازين ديالك مقلوبة كما قال شاعر العربي قبله: ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. إذا أنت باقي مريض، أنت ماشي في وضعية صحية طبيعية، بك اختلال واعتلال في وجدانك وقلبك، أذواقك مريضة سيئة. إذا خصك تدخل في واحد العملية العلاج. ومن هنا كانت التوبة النصوح تقع إذن بناء على هذا المعنى الذي ذكرنا، وهو تغيير الأذواق وتغيير المواجيد من الفساد إلى الصلاح، ومن الخير إلى الشر، ومن الشر إلى الخير، يعني العكس بالعكس، بمعنى أنه الشر كتولي تشوفه شر حقيقي ماشي يبان لك خير، والخير تشوفه خير حقيقي ماشي تشوفه شر. حينما تستوي الموازين وتتزن فذلك إذن بداية الانطلاق إلى الله جل وعلا عبر التوبة النصوح. كيف نحصل هذا؟ باقين في الكيفية. بما أن هذه التوبة النصوح بشكل طبيعي باين يعني انقلاب في حياة الإنسان، ثورة كيثور بنادم على راسه حقيقة، يعني ثورة يثور الإنسان على نفسه ويقوم بعملية نقد ذاتي ولوم ومحاسبة كلية شمولية ترجع بك إلى كل الماضي، وتقرر أن تضرب عن ماضيك وأن تبدأ عمرا جديدا. هذا العمل هذا يقتضي ثلاثة أمور بجهد الله، وبإذن الله إذا حققتها الله جل وعلا يساعدك ويعينك على أن تقلع بل أن تطير بجناح الشوق والمحبة إلى منزلة التوبة العالية الرفيعة، التوبة النصوح. أول ذلك العلم بالله جل وعلا، ثانيه العلم بالنفس، ثالثه العلم بالآخرة. إنما المقصود بالعلم بالله أن تعلم ما لله جل وعلا من قدر عظيم ومن حقوق عليك. حقيقة الإنسان خصو يحقق واحد اللحظة، يوقف يدير توقف، غادي في الغي والضلال اليوم وغدا وشايف هاد الذنوب أو هاد المعصية غالباك واكلاك وانت ما قادرش تخرج منها، دير توقف، دير لحظة، وقف الحياة ديالك للتأمل والتدبر. اهرب بنفسك إلى مكان خال أو إلى خلوة أو إلى أي مكان، غير البيئة، يعني دير شي حل باش تقطع العلاقات ديالك الاجتماعية مؤقتا من أجل أن تجد فرصة للنظر في نفسك وفي مصيرك وحالك. ففروا إلى الله، حقق الفرار إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فهذه العملية الهروب إلى الله ماشي هروب سلبي مرضي، كلا، بل هو هروب من الغي والضلالة، من سيطرة الأهواء، من اشتغال النفس بالحياة الاجتماعية. لأن إبليس كيشغلك ويشغلك ويعمر لك الحياة ديالك باش ما تلقاش القدرة التفكير، وهذه من سيئات العصر الحديث. هذا شيء طبيعي في هذا الزمان، لأنه كثرة الأشغال كتخلي الإنسان يعني ما يعرفش يفكر في راسه، ما عندوش الوقت وما عندوش القدرة. ولذلك الخلوات واللحظات ماشي بالمعنى البدعي الخرافي، كلا، ولكنها خلوات التأمل. قل إنما أعظكم بواحدة، بنص القرآن، أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم رب العزة حينما أمر الكفار إذا أرادوا أن يصلوا إلى الحق بأن يتفردوا بأنفسهم،
أن تقوموا لله مثنى وفرادى. والمثنى في العربية كما قرره أهل العربية ملحق بالمفرد، يعني جوج بحال واحد. لما تجلس أنت واحد خليل ديالك صاحبك تشرح له نفسك ووجدانك ومشاكلك، غير نتوما بجوج الله تعالى فوقكم سبحانه وتعالى، كأنك وحدك. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، والعدد هنا على الحقيقة لا على المجاز، لأنه ما قال شيء ثلاثة وما قالش أربعة، فالعدد مقصود لذاته، مما يدل على أن الوصول إلى الحق يحتاج إلى نوع من التفرغ للنفس، إلى نوع من الاختلاء بالنفس. ولذلك قال ثم تدل على التعقيب والترتيب، بمعنى أن الذي بعدها لا يصح إلا بتحقيق الذي قبلها، أي أنك إذا بغيت التفكر الحقيقي اللي يوصلك للحقيقة لا بد تحقق هذه الخلوة. ولذلك قال ثم تتفكروا، لو قال وتتفكروا لكان بمعنى أنه يعني ماشي مشكل، يعني يمكن لك دير التفكر قبل ذلك، لكن لا، قال ثم تتفكروا، أي من بعد أن تكون وحدك أو مع صاحب لك مخلص تشرح له أسرارك. كاين امور اللي ما تقدرش تقولها للناس ولا اي استاذ او لاي عالم او لاي فقيه، كاين تقولها لواحد اللي كتطمئن له ويكتم عليك السر ديالك، لانه ضعف ولانه عله تعبر به وتفصح به له، فهذا الشرع يعينك عليه، فتكونا معا لا ثالث لكما الا الله جل وعلا، او تكونوا وحدك فرادى واحد. فهذه اللحظة أو هذه الحالة مقصودة بالكتاب والسنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا طالما يختلي بنفسه في لحظات، وعرف عنه عليه الصلاة والسلام في الليل وفي النهار قائما لله ومختليا. كان يخرج بالليل ويمشي للمقبرة ديال البقيع ويجلس بين المقابر وحيدا يتدبر ويتفكر عليه الصلاة والسلام. هذه أحوال مهمة جدا من أجل أن تتغلب على نفسك، ومن أجل أن تجد العلة وأن تشخص الداء. لأن راه ما كتكونش مع الأسف عندنا في هذا الزمان المتزاحم ما عندناش فرصة ننظر إلى أنفسنا، ولو كانت لنا فرص لنظرنا ووجدنا العجائب والغرائب، نلقاو الإعوجاجات ونلقاو العلل ونلقاو النقص ونلقاو الأمراض. ويجب أن نحدث هذه الفرص. تفلت من الحياة الاجتماعية ديالك مرة في الشهر، مرة في شهرين، مرة في عام، لحظة ما يجب أن تنتزعها من حياتك المهنية من أجل مصيرك، لأن هذا باش تستمر الحياة ديالك في الدنيا بشكل جيد. أعطي لنفسك لحظة للتدبر والتأمل، وقفة بهذا الشكل كتحقق التوبة النصوح. في هذه الوقفة قلت سل نفسك أنت من؟ أنت عبد مخلوق، لم تخلق نفسك طبعا، لم تقرر أن تولد لوالديك، ماشي أنت اللي اتخذت القرار باش تزاد الدنيا، ولا أنت الذي اتخذت القرار من أن يتزوج أبوك بأمك أو أمك بأبيك، وإنما هي إذن مقادير. لما سبحان الله الإنسان يبدا يتأمل كيلقى الحياة ديالو كلها فيها تسيير خفي رباني، حتى أنه يتهيأ لك أنك أنت في التاريخ الفلاني اتخذت هذا القرار ودرت هذا الاتجاه وفكرت تدير هذا النوع من العمل أو هذا النوع من الدراسة أو هذا النوع من التجارة، ولكن تجد أن قرارك ذاك كانت وراءه ظروف معينة، لست أنت الذي صنعتها بل الله جل وعلا هيأ لك ظروف ليتهيأ لك تفكير معين وليتهيأ لك قرار معين. الله جل وعلا هو الذي يقدر مقادير السماوات والأرض، ولذلك كان من أسمائه الحسنى الحي القيوم جل وعلا. هذا من معاني القيومية. إذن حق الله عظيم. هذا الرب الذي خلق ورزق وهدى، خلق ورزق وهدى، ألا يستحق منك أن تسأل نفسك ماذا يتوجب علي في حقه؟ ماذا يطلب مني رب الكون وربي وخالقي؟ قد أعطى سبحانه. ماذا أعطى؟ أعطاك أنت، أعطاك راسك، أعطاك الوجود ديالك، الذي أعطى كل شيء خلقه، كل شيء موجود في الأرض، فخلقت معطية من عند المعطي الذي أعطى كل شيء سبحانه وتعالى. وإنما نصفه بأنه يعطي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى.